السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهور الرياضة السورية عامة وجمهور نادي الطليعة على وجه الخصوص، أحييكم عبر صفحة ذاكرة الدوري السوري. أخوكم فراس قاشوش. على الصعيد العائلي متزوج وعندي 4 أولاد. على الصعيد المهني مدرس تربية رياضية في مدرسة المتفوقين الأولى بمدينة حماة. أنحدر من عائلة رياضية بامتياز، فوالدي رحمه الله أول رئيس نادي الطليعة وكان مدربا ولاعبا للنادي، وعمي أطال الله عمره كان لاعبا ومدربا في نادي الطليعة، وإخوتي وأولاد عمي والعائلة بامتياز كلها بين لاعب ومدرب في نادي الطليعة. وآخر ما هنالك ابني مصطفى يمثل فريق مواليد 2013 وإن شاء الله بكمل المسيرة بإذن الله. طبعا مسيرتي كلاعب، لعبت لنادي الطليعة بفئاته العمرية وترفعت إلى فريق الرجال، ومن ثم خرجت من النادي ولعبت لنادي الوسبة ل4 مواسم، ولعبت في الشرطة المركزي موسم، ولعبت وأكملت الخدمة الإلزامية في نادي شرطة حماة. مثلت رجال نادي الطليعة من عام 2002 إلى عام 2013 حيث اعتزلت. مثلت منتخب شباب سوريا في عام 96، ومثلت المنتخب الأولمبي في عام 98، ودعيت إلى منتخب الرجال في عام 2010. حققت مع نادي الطليعة هداف الدوري السوري في عام 2009-2010، وأنا الهداف التاريخي لنادي الطليعة الرياضي. وحققت مع الأندية التي مثلتها مواسم جيدة جدا، فكان موسم 98 موسم مميز جدا مع نادي الوسبة، وحققنا فيه نتائج كبيرة جدا مع الكابتن مروان خوري، وحققنا المركز الرابع وكان موسم مميزا جدا. وحققنا مع نادي الطليعة موسم 2004-2005 وكان نقلة نوعية في نادي الطليعة، حيث كنا في المركز 13 في الذهاب، وحققنا في الإياب نتائج رائعة جدا، وحققنا فيه المركز الأول وكنا الحصان الأسود في الدوري. وفي موسم 2006-2007 كان موسما مميزا لنادي الطليعة بامتياز، حيث حققنا المركز الثاني في كأس الجمهورية، وحققنا ثالث الدوري، ووصلنا إلى ربع نهائي كأس العرب، وكنا قاب قوسين أو أدنى أن نكون في النهائي في نصف النهائي كأس العرب. وأحببت أن أشارك جمهورنا العزيز ببعض الأهداف المميزة عبر المواسم اللي ذكرتها، وكان موسم 2004-2005 من أميز المواسم. كان في مباراة في حمص ضد نادي الكرامة، رحنا لنلعب المباراة وكل الجمهور كانوا متوقعين أن الخسارة، لكن سبحان الله جاءت الرياح بما تشتهي سفننا، وقدمنا مباراة رائعة جدا وحققنا نتيجة إيجابية كبيرة وفزنا ب4 أهداف، وسجلت هدفين في دقيقة واحدة. وأحب أن أشارككم الهدف الثاني من هذه المباراة. الهدف الثاني اللي حبيت شارككم فيه وهو في موسم 2006-2007، حيث حققنا نتائج مبهرة جدا في كأس العرب. في مباراة في حماة كانت مع الرجاء البيضاوي، نزلت بديلا في الربع ساعة الأخيرة وحققت هدف التعادل، وكان من أجمل الأهداف اللي أنا سجلتها بحياتي، وكان بالدقيقة الأخيرة كان على فريق الرجاء البيضاوي في مدينة حماة. اعتزلت كرة القدم كلاعبا في عام 2013، وبعدها تحولت إلى التدريب، وكنت مدربا في الفئات العمرية سابقا وأكملتها في فريق الرجال، ودربت رجال نادي الطليعة ل6 مواسم، كان أجملها على الإطلاق موسم 22-23. حققنا نتائج إيجابية كبيرة وتم اختياري أفضل مدرب في الدوري السوري. أنا الآن مدرب كرة قدم، أحمل الشهادة الآسيوية A، وأنا الآن رئيس لجنة المدربين الفرعية في مدينة حماة، وعضو لجنة المدربين العليا باتحاد كرة القدم. أخيرا رسالة محبة وامتنان إلى جمهور نادي الطليعة
الذي رفع من شأني وقيمتي كلاعب وكمدرب في الوقت الحالي، وأشكرهم على كل العواطف الجياشة التي نادوها باسمي وحملوني على الأكتاف في أغلب الأوقات. وأشكر صفحة ذاكرة الدوري السوري التي أعطت لنا هذا اللقاء، وشكرا جزيلا لكم لأن الرياضة دائما تجمعنا. ودمتم برعاية الله. أخوكم الكابتن فراس قاسم.